أصدقاء مبارك المغربي الجنود، السلام عليكم. عمي تبون ما لقى ما يدير في قصته مع الكنادير، مشى سرق الطيارة ديال الغير. عمي تبون ما لقى ما يدير مع قضية الكنادير، سرق صورة ديال الطيارة الكنادير ديال الغير. شكون هو هذا الغير؟ الغير هو المغرب، العدو الكلاسيكي للجزائر. اش غادي نقولوا لك اودي عمي تبون؟ عمي تبون ما لقى ما يدير، تيكذب على بصباع مصور الغير. عمي تبون حنا المغاربه كنقولوا لك سير سير وزيد سير، حنا معمرين النيه وانت غتجيب ديك الجزائر في قاع البير. عمي تبون في العداء ديالو للمغرب كيخدم القضيه الوطنيه ديالنا حنايا. عمي تبون اش غنقولوا لك؟ حنا المغاربه عاقوا بيك، المغاربه جابوا لك الصوره الاصليه تاع الكنادير وقالوا لك بلا ما دير الفوتوشوب راك مشويه، هادوك الصحفيين اللي عندك راه خصهم اعاده تكوين. عمي تبون حنا عارفين وانت عارف بان هذاك الشيء اللي كتسوق في هذاك الاعلام الجزائري ديالك الرسمي، الاذاعه الرسميه الجزائريه جايبه تصويره ديال الكنادير تاع المغرب ومحيده الرايه ديالها ونشرها وكتهضر عليها كانها في الجزائر. شكون هذا اللي غادي يصدق؟ هناك فئه واحده من المجتمع في العالم اللي ممكن تصدق الخبر مثل هذا. هذه الفئه عندها واحد المشكل عويص وعويص جدا، وهو مشكل التفكير، مشكل سوء التغذيه، مشكل نقص في الفيتامينات، مشكل نقص في البروتينات. لذلك العقل مسكين، التفكير تاعو قصير. هناك فئه من المجتمع في الجزائر غادي تصدق بان عمي تبون جاب الكنادير وغادي تشوفها كتحلق في سماء بجايه في عام 2000 والضباب. عمي تبون، انا بغيت نقول لك واحد الكلمه، حنا المغاربه كنعرفوكم وماشي اول مره كتسرقوا. كنعرفوكم بان البروباغندا ديالكم في الاعلام الرسمي ديالكم كلها موجهه الى بوصباع الذي يعاني من سوء التغذيه، كلها موجهه لبوصباع الذي يعاني من مشكله في التفكير، مشكله في الذكاء. مشكله في الذكاء تاتي من مشكله في البروتينات والفيتامينات اللي كتجي من الاسماك اللي ما عندكش، لانك تعاني من انك يكون عندك واحد البحر بحال هذا اللي كتشوف قدامك. عمي تبون حنا المغاربه كنقولوا لك ماشي اول مره كتسرق وماشي اخر مره، نحن معك والزمن طويل جدا، عرفناك وماشي كتسرق غير المغرب. الاعلام ديالك مقابل جوجل ويسرق في عباد الله، وكلكم كتذكروا الناس اللي كيعرفوا مبارك المغربي. المعهد باستور للتحاليل الطبيه اللي كاين في دكار في السنغال سرقته هذه الاذاعه نفسها، الاذاعه الوطنيه الجزائريه الرسميه، ونشرته على موقعها بانه افتتاح مختبر للتحليلات جديد في مدينه ورقله. كتذكروا هذه القصه هذه؟ ما كان لا مختبر في ورقله لا باستور، لا هم يحزنون. جابوا الصوره تاع باستور من دكار، والمشكله الاغبياء ما قدروا يحيدوا حتى الصوره ديال السيده اللي كاينه داخل المختبر وخدامه. وزيد مقر وزاره الخارجيه، حتى الاسم ديال وزاره الخارجيه في المغرب، يعني وزير الخارجيه والتعاون والجاليه المقيمه بالخارج، قبطوا ديك المقيمه بالخارج هما يزيدوها الرمطان العمامره في يمو مساكين. الله يعفو عليكم والله يغفر لكم. ولكن السؤال اللي كنطرحوه حنا المغاربه، واش هاد الغبي تبون، عمي تبون الغبي عمي شنقريحه، يخدم القضيه الوطنيه ولا لا؟ نعم، حنا كنقولوا لكم حنا المغاربه. انا شخصيا منذ ان جاء عمي تبون وهو عمي شنقريحه الى رئاسه الحظيره، وانا ناعس على جنب الراحه ومرتاح في قضيتي الوطنيه. علاش؟ لان من جهه المغرب هناك رجال، هناك اسود، هناك اسد كبير في الدبلوماسيه الخارجيه والداخليه، اسد كبير في الاقتصاد، اسد كبير في التنظير السياسي، اسد كبير في التخطيط، اللي هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس لكم بالمرصاد. ومن الجهه الاخرى هناك غبي اسمه عمي تبون ومكلخ اسمه عمي شنقريحه، هما اللي بالعاده تاعهم المملكه المغربيه غاديين كما قلت لكم، تبعتي الكنادير وغتجيب الحاضره في
قاع البير. انا غادي نقول لكم علاش انا كندعم عمي تبون، وعلاش انا كندعم عمي شنقريحه، وكنطلب الله ربي يطول لهم في العمر ويبقاو على راس حضاره الجزائر. لماذا؟ غادي نعطيكم واحد المثال. قال لك واحد جوج القبيلات مضاربين بالسلاح، تيريفيا تيريفيك. واحد القبيله عندهم واحد التيغور دوليت، هذاك القناص اللي عنده البندقيه الذكيه ومخبيينه في شي حجر، وتيقولوا ليه فين ما بالك شي واحد في ذاك الدوار الاخر قنص باباه. ايوا الشاف تاع القبيله الاخرى جا عند العسكر تاعو قال لهم يا مدرا واش لقيتوا ذاك القناص قتلتوه ولا ما قتلتوش؟ واش باقي كيتيري عليكم؟ قالوا لي العسكر لقيناه وعرفنا فين مخبي. قال لهم الحمد لله قتلتوه؟ قالوا لي لا. قال لهم علاش تخاصم معاهم؟ قالوا لي واش انت حمق؟ ما كيعرف يتيري مسكين، كيتيري غير في الحجر. خليه راه الا قتلناه بغا يجيبوا شي واحد كيعرف يتيري ويتيري فينا. اللهم خلي هذاك المكلخ خليه يتيري هنا في الحجر، وحنا راه حنا قاعدين مقصرين وحنا والامور هانيه عنا. هذا هو حل المغرب مع عمي تبون وعمي شنقريحه. خليوا لي عمي تبون، خليوا لي عمي في شنقريحه في السلطه، وطلبوا ربي يطول لهم في العمر، لان داك الشيء اللي داروه في الجزائر في ظرف 3 سنين ما داروا بوتعويقوس في ظرف 20 عام، ما داروا بومدين. هادو جابوا التمام، هادو خلاونا نطويو ملف قضيتنا الوطنيه، هادو خلاونا نعرفوا من بجوارنا، هادو خلاونا نبينوا للعالم ونحققوا أمنية الحسن الثاني، أن يعلم الله والعالم بمن جاورنا الله. عمي تبون على صوت أمواج البحر المحيط الأطلسي، عمي تبون على صوت هذه الأجواء الجميلة وهذه الرمال الذهبية وهذا الموقع الجميل الذي أعشقته أنا، وعلى صوت دونالد ترامب إلا كتشوفوه في الجهة الأخرى وهو بايدن. أقول لك الله يطول لنا في عمرك، وأقول للمغاربة لا تخافوا على بلد الشرفاء، لا تخافوا على بلد الملوك، لا تخافوا على بلد الأمراء، لا تخافوا على بلد فيه رجال ونساء يحبونه ويحبون ملكهم. وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.